200,000 دولار وجواز عرفي، السر في جريمة الساحل اللي راح ضحيتها الطبيب أسامة. الطبيب الشاب اللي راح ضحية طمع وجشع طبيب زميله واللي كان بيشتغل معاه كطبيب عظام في معهد ناصر. التحقيقات قالت ان المتهم الاول اسمه احمد وبيشتغل طبيب عظام في معهد ناصر وعمره 32 سنة واللي عنده 4 عيادات في القاهرة الكبرى ومن ضمنهم العيادة اللي حصل فيها الجريمة. التحقيقات قالت ان الدكتور احمد اللي قتل ده استدرج الدكتور أسامة عن طريق محامية كانت على علاقة مع الدكتور احمد المتهم، اللي استدرجت الدكتور أسامة للعيادة اللي حصل فيها الجريمة بعد وعد الطبيب المتهم ليها انه هيتجوزها. بعد ما استدرجوه للعيادة اتمكنت هي والمتهم الطبيب احمد وممرض اسمه احمد عنده 24 سنة من تخدير الدكتور أسامة رحمة الله عليه، اللي كانوا عايزين يخدروه علشان يحتجزوه مقابل 200,000 دولار هيطلبوا كفدية من اهله في الشرقية. ولكن قدر الله وامر الله دايما بيكون غالب. شاء ربنا ان أسامة يتوفى بجرعة بنج زيادة. الشياطين اللي عملوا فيه كده يسكتوا؟ لا، يقوم فكرهم وشيطانهم يوجههم انهم يحفروا متر في ارضية العيادة ويدفنوا الطبيب في عز شبابه. انت متخيل ان الطبيب ده والطبيب ده كانوا اصدقاء وبياكلوا وبيشربوا مع بعض وزملاء في نفس المكان بيشتغلوا مع بعض؟ المهم اهل أسامة وبالاخص والدته لحظة تغيبه بشكل ملحوظ وعدم رده على اتصالاتهم، وخصوصا لما واحد صاحبه كان رايح له ببدلة وجزمة علشان يديهم له يلبس في المستشفى وياخده ويروحوا فرح في التجمع، اللي لما سأل عليه في المستشفى قال انهم ما شافوهوش بقالهم اكتر من يومين. علشان يبلغ اهله باللي حصل على الفور يتوجه اهله لاسم الشرطة ويحرروا محضر بغيابه عشان الشرطة بسرعة تتحرك وتدور على اول خيط لحد ما يوصلوا للعيادة اللي اتقتل فيها الطبيب الشاب أسامة. لما رئيس المباحث دخل العيادة ما لقاش الطبيب اللي قتل اللي اسمه احمد، ولقى دكتور غيره تماما وما يعرفش اي حاجة بالواقع. المهم بدأ يفتش ويدور علشان يلاقي تحت السجادة لون الارضية مختلف عن لون البقعة اللي تحت السجادة دي، علشان يبدأ رجال المباحث يحفروا في الحفرة دي ويلاقوا جثمان الطبيب الشاب رحمة الله عليه مدفون في الحفرة دي. لاحظوا على الجثة ان ما فيهاش اي اثار تعذيب وكمان لسه ما بدأش يحصل لها تحلل او تعفن، علشان بعدها يبدأ رجال المباحث بالقبض على المتهمين والتحقيق معاهم في جريمتهم، وانهم حاولوا انهم يحتجزوه بمقابل 200,000 دولار هيطلبوهم من اهله في الشرقية كفدية، ولكن توفى نتيجة جرعة بنج زيادة، وده اللي خلاهم يدفنوه في مكان الجريمة في عيادة الطبيب المتهم احمد. حقيقي مستغرب من المستوى اللي وصلنا له من الشيطنة والتفكير والتدبير في جرم شيطاني بالشكل ده، خصوصا مش من حد غريب، ده من اقرب الناس زميله وصديقه، لا ومن طبيب المفروض يكون رحيم بالمرضى، ما بالك باصدقائه ومعارفه. انت مدرك ان الشخص ده مستواه العلمي ايه؟ يعني مش شخص جاهل، ده راجل دكتور وشغال في مكان كويس زي معهد ناصر وعنده اكتر من 4 عيادات، يعني مش شخص جاهل ولا ما يعرفش حاجة ولا امي ولا دخل الحوار ده نتيجة انه مش معاه فلوس ولا حاجة، لان طمع وجشعه دفعوه ان يقتل شخص للاسف زميله وصديقه. اسال الله انه يرحم الطبيب الشاب المغدور بيه أسامة ويسكنه فسيح جناته ويصبر امه واهله على مصابهم اللي اصابهم بالجريمة دي. ان شاء الله قريب يجي حقه وربنا يقتص من المجرمين اللي انعدمت من قلوبهم الرحمة. والاول مرة هطلب من حضراتكم انكم تخلوا الكومنتات النهاردة عبارة عن دعوات بالرحمة للطبيب الشاب المغدور بيه أسامة، ربنا يرحمه ويسكنه فسيح جناته.